بنعشقه من صغرنا، وكنا في المدرسة بنحاول كده نوفر من مصروفنا اي حاجة علشان نجري بسرعة على الكانتين نجيبه. بسكوت جوز الهند النهاردة ما يختلفش عليه اتنين من طعامته ولا القرمشة بتاعته، حاجة كده فخامة. عملت معاه بقى كوباية عصير شهد، زودت عليهم شوية من جوز الهند وضربتهم كويس في الخلاط بالإضافة للسكر. وعايزة أقول لكم قضيت ساعة ما عشتهاش في حياتي بجد. البسكوت النهاردة وصفته مضمونة 100%. يلا ندخل على المقادير، بس قبل ما نبتدي الفيديو تحطي اللايك وما تنسيش تصلي على النبي. عندي هنا كيلو من الدقيق، والكمية دي عايزة أقول لكم هترمي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله كمية كبيرة جدا من البسكوت. نزلت عليهم كمان بكوبايتين من جوز الهند المطحون، في بيبقى مبشور ناعم وفي بيبقى مبشور خشن شوية. انا الوصفة النهاردة بتاعتي بمبشور جوز الهند الناعم. قلبتهم كويس ونزلت عليهم ب 450 جرام من السمنة على الزبدة، زي ما انتي شايفة كده الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. وكمان نزلت عليهم ببقية المكونات او بقية المقدار بتاع المادة الدهنية سمنة بلدي. عايزه اقول لكم بتدي تيست عالي جدا جدا، وطعمها حرفيا بيبقى ظاهر في البسكوت بتاع جوز الهند. ميكس كده ما بين السمنه البلدي وجوز الهند، حاجه كده رهيبه. طبعا عجنت فيهم او بستهم لحد ما توصلي للقوام اللي انتي شفتيه ده. اول ما توصلي ليه كده خلاص المواد الجافه ظبطت معاكي، هتبتدي بقى تعملي الخليط بتاعك اللي هيلم بيها البسكوت. 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، حجم البيضة كبير مش صغير. نزلت عليها برشة من الفانيليا تكون كتيرة كده علشان الزفارة بتاعت البيض. كمان هنزل عليهم ب 300 او 350 جرام من السكر. انا هنا حطيت ال 300، لو حسيتي ان هو محتاج سكر شوية زودي طبعا ال50 جرام دول. ضربتهم كويس في الخلاط. عايزه اقولك بيبقى لونهم الاول مصفر زي ما انتي شايفه، هيبتدي بقى مع الضرب الكتير هتاخدي اللون الفاتح ده. ما تعمليش الخليط بتاعك او تكملي البسكوت غير لما توصلي للقوام واللون اللي انتي شايفاه ده. حاجه كده خليط السكر مع البيض لازم يكون فاتح كده علشان يديكي النتيجه النهائيه للبسكوته تكون دايبه معاكي وفي نفس الوقت مقرمشه. قلبت طبعا، نزلت بالخليط السائل على الجاف وابتديت اقلب يعتبر بمعلقه. انا ما حطيتش ايديا خالص غير في الاخر علشان اوريكم بس سمك العجينه. لميتها كده بالمعلقه علشان خاطر ما تحاوليش تعجني فيها كتير عشان البسكوته ما تنشفش منك. فرق كبير ما بين البسكوته المقرمشه والناشفه. قلبته كده كويس لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. يعني يعتبر عجينة لينة طرية في ايديكي. عايزة اقولك ان لما العجينة دي بتقعد شوية لان محطوط لها جوز الهند شوية بتكتل معاكي. هقولك تعملي ايه خلال الفيديو. المهم ان ده القوام الاخير قبل ما طبعا ابتدي عملية ان انا افرده او اشكله ما بين بقى كيسين بلاستيك. ودي اسهل طريقة لتشكيل بسكوت جوز الهند علشان كمان تاخدي بسكوتة يعني مظبوطة، وما كمان ما تبقى سمكها عالي قوي وما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود في التشكيل بتاعها. كيسين تلاجة، وابتديت افرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده، واستعنت طبعا بجوز الهند ده للتزويق. على الوش طبعا الناس بتستخدم بيض والناس بتستخدم ميه بسكر. انا هعمله بس جوز الهند من فوق من غير اي اضافات تانية، وهتشوفوا شكل النتيجة في الاخر او شكل البسكوتة بتاعتنا. من ما شاء الله اللهم بارك ثابت عليها جوز الهند ما نزلش، وكمان واخد لون حلو جدا وطعمه مقرمش وتحفة. فابتديت افرد العجينة بتاعتي كده زي ما انتي شايفة بسمك كويس، ما تبقاش رقيقة قوي او تخينة قوي، علشان هقولك بقى هنحط جوز الهند وهنعمل ايه في الوقت ده. طبعا بما اني انا حاطه يعتبر كميه كبيره من العجين ما بين الكيسين البلاستيك، فحاولت افرد على قد ما اقدر ما تبقاش سمكها رفيع علشان هبتدي اضغط عليها ضغطه تانية. جبت جوز الهند بتاعي المبشور، وده زي ما انا قلتلك مبشور ناعم، ما يكونش معاكي خشن عشان يثبت على البسكوته، وفي نفس الوقت بعد السوا ما يعتبر ما يفتلش منك او يطلع من البسكوته بعد السوا. جبت كده الفرشة السيليكون وابتديت اوزع بيها جوز الهند زي ما انتي شايفاه كده بالظبط. وكمان استعنت بالقطاعة المدورة، طبعا الحجم اللي انتي حباه.
بس بعد ما تحطي بقى جوز الهند بتحاولي تضغطي عليها مرة تانية، وعشان كده قلتلك ما تفرديش العجينة بسمك رفيع جدا، علشان كده ولا كده هتحاولي تفردي تاني او بضغطتك على العجينة فهتخف معاكي. تضغطي بحيث ان انتي تخلي جوز الهند ثابت في البسكوتة بتاعتك وهي طبعا نية. بعد ما خلصت الخطوة دي ابتديت اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حابين تقطعوه مربع مفيش فيه اي مشكلة، بس بسكوت جوز الهند اللي متعودين عليه مدور وبيبقى من فوق منقرش كده بجوز الهند. بعد ما بيتحط في الفرن بيتحمر وياخد لون حلو جدا، بتطلع بمنتهى السهولة. انا الاول عملتها بمعلقة سيليكون، خفت لا تتقطع معايا، بس حرفيا لقيت البسكوتة ماسكة نفسها و اللهم بارك متماسكة، مش ان هي تتقطع معاكي او تفرول. طبعا بعد الخطوة دي ما بتشيلي القطع بتاعة البسكوت، بتحاولي بقى تلمي الزيادات بتاعة العجين دي، اكيد مش بتترمي، بتلميها وتفرديها مرة تانية. بس في الخطوة دي بتزودي نص معلقة سمنة علشان جوز الهند بتاعك اللي انتي حطاه على الوش او الزيادة بتاعة جوز الهند بينشف العجينة شوية. وطبعا في اواخر العجينة بتاعتك طبعا بتبقى برضو ناشفة، هتحاولي برضو تزودي معلقة من السمنة في الاخر خالص خالص، بتبقى سمك العجينة تخن معاكي. انا بقولك الملاحظات دي عشان ما تجيش تصطفي في اخر العجين، بتبقى ناشفة معاكي شوية ويطلع معاكي البسكوت ناشف. بما انها مواد جافة فبتاخد من السوائل اللي في البسكوتة. ابتدي حطي معلقة السمنة واعجنيها مرة تانية وابتدي قطعي. الفرن شغالة جنبي طبعا. دخلت البسكوت على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، اخد اللون الذهبي الحلو من تحت ومن فوق من غير ما اولع اي شواية. عملت بقى معاه عصير شهد وحطيت عليه كمان شوية من جوز الهند عشان يبقى ميكس جامد كده ما بين البسكوتة والمشروب بتاعي. عايزة اقولك طعمه تحفة. طبعا حطيه في اللانش بوكس بتاع المدارس بتاع ولادك، هيوفروا معاكي في الحاجات الحلوة اللي بيجيبوها من بره، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة وعاملاها بايديكي في البيت. هتبهريهم حرفيا بالبسكوتة دي. شايفة دايبة جدا ومقرمشة وطعمها تحفة ومفرغة من جوه كده، مش مكتومة ولا حاجة، ولا فيها بقى مواد حافظة ولا فيها اي حاجة من بتاعة المصانع، حاجة كده عاملاها بايديكي في بيتك وضمن نظافتها. ولا ريحته بقى مع السمنة البلدي طعم كده ميكس رهيب. عايزة اقول لكم لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه في بيتكم. ربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم، وان شاء الله تعمليه ويعجب ولادك جدا. لحد هنا الفيديو بتاعي كان خلص. لو الفيديو بتاعك عجبك ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطي اللايك وتشيري كتير عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم.